هذا الطبق ماخذ تقييم افضل طبق تقليدي في العالم من بين 100 طبق بحسب تيست اطلس. هذه طريقة الكاتسو الياباني بس نسخة الدايت. طيب اول شيء عندي صدور دجاج، بشيل قطعة الفيليه الصغيرة اللي تحت وببهرها بملح وفلفل اسود على الوجهين طبعا. وعندي هنا بيضتين مخفوقة، بنزل عليها طحين وبنحط عليه ملح وفلفل اسود وبودرة ثوم ميكس. بنجيب قطعة الدجاج وبنغمسها في خليط البيض والطحين اول، وبعد كذا على فتات خبز البانكو. هذا اللي نبغاه. وعلى القلاية الهوائية 18 إلى 20 دقيقة، وبنقلبها بعد نص المدة. وفي قدر وحرارة متوسطة بننزل البصل والجزر وبطاطس بعد، وبننزل معهم ثوم مهروس، وبنحرك كل شيء 5 دقائق. بعد كذا بنصب عليهم موية وبنغطيها وبنسلقها 10 إلى 12 دقيقة أو لحد ما تلين الخضروات. بعد ما انسلقت الخضروات راح استعمل الكاري الياباني هذا، قطعته عشان يذوب بسرعة، بضيفه وبحركه. وانت تحرك الخضروات بتلاحظ ان الصوص قاعد يثقل. اذا وصل هذا القوام فيعني انه جاهز. ناخذ قطعة الدجاج الكريسبي اللي سويناها ونحطها في النص، وناخذ من الكاري ونحطه في هذه الجهة. واو، نقول بسم الله ونجرب. الطبق ذا من جد يحسسك انه قاعد يحضن بطنك من جوا. الحين الاجواء بدت تبرد والواحد يبغى شيء دافي، فانصحكم تجربون ذا الوصفة. كومفورت فود بمعنى الكلمة.